أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا أكد خلاله احترامه الكامل لحق جميع الأندية الشقيقة في اللجوء إلى الإجراءات القانونية عبر الجهات المختصة، مشددًا في الوقت ذاته على تمسكه بحقه في توضيح الحقائق كاملة أمام الرأي العام والجهات المعنية. وأوضح الأهلي أن مباراة الذهاب أمام الجيش الملكي، والتي أقيمت في المغرب يوم 28 من نوفمبر 2025، شهدت تعرض لاعبي الفريق لمضايقات وأذى نتيجة قذف بعض الأدوات داخل أرضية الملعب، وهو ما تم توثيقه عبر مقاطع الفيديو والبث التلفزيوني الرسمي للمباراة. وأشار النادي إلى أنه، رغم تلك الأحداث، لم يتقدم حينها بشكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، واكتفى برفع بعض الملاحظات التنظيمية التي تهدف إلى ضمان نجاح المسابقات القارية والحفاظ على قوة العلاقات الأخوية مع الأشقاء في المغرب، مؤكدًا أن هذه الروابط التاريخية تظل أهم من أي نتيجة داخل المستطيل الأخضر. وأكد الأهلي حرصه الكامل على استقبال بعثة الجيش الملكي في القاهرة مؤخرا بما يليق بقيمة الدولة المصرية ومكانة النادي، مشددا على عمق العلاقة التي تجمعه بالجماهير المغربية، وروح الاحترام والتقدير المتبادل بين الطرفين. وكشف البيان أن بعض جماهير الفريق المغربي حاولت خلال اللقاء الأخير اقتحام مدرجات جماهير الأهلي، إلا أن قوات الأمن تدخلت سريعا للحفاظ على سلامة الجميع. وأوضح أن هذا الموقف أعقبه رد فعل سلبي من جانب بعض جماهير الأهلي تمثل في إلقاء زجاجات مياه، وهو تصرف رفضه النادي وجماهيره بشكل قاطع، مؤكدا أن أي تجاوز يظل مرفوضا مهما كانت مبرراته. واختتم الأهلي بيانه بالإعلان عن مخاطبة الاتحاد الإفريقي رسميا، وإحالة كافة التفاصيل مدعومة بالفيديوهات إلى لجنة الانضباط، مع التأكيد على أن علاقاته مع الأشقاء في المغرب ستبقى راسخة وقوية، بالتوازي مع رفضه التام لأي سلوكيات خاطئة تصدر من أي طرف.